شرحنا في الفيديو اللي فات التكست وال HTML وعرفنا الفرق بينهم. ان شاء الله هنشرح الفيديو ده الفال. طيب ايه الفال ديت؟ تعالى كده جوه ال HTML هعرف فورم، وجوه الفورم هعرف input. طب ليه بعرف فورم؟ لان الفال شغاله مع عناصر الفورم خصوصا الانبوت. هاجي هنا اقول له هنا الانبوت طيب تكست، وهقول له هنا اديله فاليو، وليكن هقول له هنا يوزر نيم، واقول له هنا كنترول اس. يبقى انا كده عملت انبوت، هعمل ريفريش، موجود جواه اليوزر نيم. نفتح شاشه الكونسول. طيب اقدر استخدم بقى الفال ازاي؟ تعال نديله هنا كلاس، هقول له هنا والله الكلاس بيساوي ايه الكلاس؟ هقول له الامب مثلا. هاجي هنا جوه هقول له هنا بقى ايه، تارجت لي بقى العنصر اللي واخد كلاس اسمه ام دوت فال. هقول له بس دوت فال كده، واقول له اطبع لي الكلام ده في شاشه الكونسول. هقول له هنا كونسول دوت لوج الكلام اللي تحت ده، هقول له كونسول دوت لوج الكلام اللي تحت دوت، واجي بقى ايه اعمل ريفريش، بوم، لقينا ايه قدامنا؟ لقينا هنا اليوزر نيم. طيب يبقى انا دلوقتي ازاي اوصل للانبوت، ازاي اوصل للفاليو اللي موجوده جوه الانبوت، ازاي اوصل للفاليو اللي موجوده جوه الانبوت؟ وصلت للفاليو اللي موجوده جوه الانبوت عن طريق دوت فال. دوت فال. طب لو انا جيت هنا وجيت هنا قلت له دوت فال، وهقول له هنا نص معين وليكن مثلا علي مثلا. تعال كده نروح نشوف، نعمل ريفريش، لقيت هنا اللي مكتوب ايه؟ لو لاحظت لما بنيجي نعمل ريفريش تلاقيه اتحول من يوزر نيم لعلي على طول. هتلاقيه اتحول من يوزر نيم لعلي. طيب يبقى احنا كده عرفت ان الفال ده بيشتغل مع الفورم، مع عناصر الفورم. يبقى الفال بيشتغل فقط مع عناصر الفورم. يعني ما اروحش مثلا اجيب الفال للباراجراف او للديف لان مش هينفع. يبقى الفال ده شغال مع عناصر الفورم. لحد هنا جميل. طب انا حابب بقى اضيف بوتون مثلا. تعالى كده هاجي هنا هقول في عندي بوتون، واسمي البوتون ده هديله كلاس، وهقول له بي تي ان مثلا، وهقول له الكلاس اللي اسمه بي تي ان، وهسميه هنا ايه، كليك. هقول له لما نضغط على البوتون اللي اسمه كليك او اللي اسمه بي تي ان دوت كليك، نفذ لي فانكشن معينه، والفانكشن ديت يحصل فيها الكلام ده، يعني يغير لي الفال. لما اضغط على البوتون الفاليو تتغير. تعالى كده نجرب. تعالى كده نعمل ريفريش، وبالفعل عندي كليك. اول لما اضغط على كليك هلاقي الفاليو غير. تعالى تاني اضغط على كليك الفاليو غير. نعمل ريفريش تاني، اضغط على كليك الفاليو اتغيرت معايا. الفاليو كده اتغيرت معايا. تعال نجرب تاني. اول لما اضغط على كليك نعمل ريفريش، اول لما نضغط على كليك الفاليو اتغيرت ايه، اتغيرت معايا. يبقى ده كان ببساطة شرح الفال، ووضحنا ايه الفرق بين الفال وال HTML والتكست.